بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل جمهورنا، معاكم أحمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. فوز مهم للأهلي على الحزم بنتيجة 2-0، والأهلي فاق من الهزيمة أمام بيراميدز. فتعالوا نشوف ماذا قال الإعلام السعودي عن محرز وعن الأهلي بعد الفوز. الأهلي يخفف آثار صدمة بيراميدز ويفوز على الحزم بنجومية مجرشي. اليوم الأهلي حاول أن يخرج من أزمته بعد خسارته كأس القارات أو كأس ثلاث قارات أمام بيراميدز المصري في جدة. اليوم حقق فوز مهم على الحزم بهدفين مقابل لا شيء. عماد، تابعت اللقاء. ما فاق الأهلي من صدمته إلا في آخر الدقائق. حقيقة كان واضح أن الصدمة في الشوط الأول أسوأ أشواط الأهلي، عدم استغلال الحزم لمشاكل الأهلي في الشوط الأول كرقم واحد، تألق مندي في إبعاد الأهلي شوف عن مرحلة الشك. سبب الفوز قرار يايسلا بمساندة مجرشي لمحرز. الحزم كان في الشوط الأول قادر أنه يوصل بكل سهولة، وصل مشكلة كبيرة جدا في الأهلي، كانت عمق الملعب مش مليان، الناس ما تشتغل، الناس ما قاعد تشتغل لا بالكرة ولا بدون كرة. اتكلم عن الشوط الاول في النادي الاهلي، كان فيه مشكله كبيره، يمكن كيسيه كان هو الوحيد اللي يشتغل، لكن لو تلاحظ تحركات كيسيه كان يعاني كثير، الناس كلها تدخل عمق ملعب وقاعد تسوي مشكله كبيره على كيسيه. وصل فابيو سعيود مثل ما تشاهد الان، الحزم وقفته كانت افضل، قله تركيز في النادي الاهلي كانت مشكله كبيره، وكان من السهل جدا تقتحم عمق ملعب الاهلي وبكل سهوله نوصل. شوف كيف نروح بكل سهوله، قله تركيز في النادي الاهلي، هذه كانت مشكله طوال الشوط الاول هي اللي سببت معاناه، وكان ممكن الاهلي يفقد المباراه حقيقه في الشوط الاول. تألق مندي في ابعاد الاهلي عن مرحله الشك، كان يحتاج الاهلي المكسور لهاللقطه، رجعته هاللقطه هي اللي رجعت الاهلي وابقته في المباراه. زايد تصحيح الخطا، كيسيه مع فالنتين بدأوا يقربون من عمق الملعب، فهموا اللعبة مثل ما تشاهد، بدأ الأهلي يشتغل بشكل أفضل، بدأ الأهلي عنده رغبة للتسجيل بشكل أكبر، صارت الفرقة واقفة مثل ما نعرف الأهلي يعرف كيف يستقبل اللعب ويعرف كيف يطلع من ملعبه. يلا تعال على طول. سبب الفوز قرار متياس لمساندة مجرشي. علي مجرشي كان غير شغال أبدا، شاهد رياض محرز لحاله بدون ظهير. هنا علي تعال، مش راضي يجي علي. كانت هنا المشكله، انت تلعب ضد الحزم لازم تفعل الظهيرين. علي مجرشي واصل، واضح انه قرر المدرب، شوف وقفته وشاهد رياض محرز الحاله يفتح الملعب، مين يطلع معاه؟ ايفان توني المهاجم. اذا احنا ما احنا قادرين نوصل للحزم. هات لما اخذ الادوار علي مجرشي، شوف حلوه اللقطه هذه، الله يعدي، روح شوف اللعبه عرضيه، الفريق الكبير علي يستقبل، مشي علي، وينك؟ علي مش موجود. قرار من مدرب. طيب لما طلع علي وبدا يشتغل، بدا الاهلي يظهر بقيمه هجوميه اكبر مثل ما نشاهد الاهلي. ها رياض سدد، اعطيتك حل انك انت تسدد. علي مجرشي وصناعه الهدف، هات الصناعه، تعرف انه هو نجم المباراه، صنع هدف وسجل هدف مع فراس البريكان، صنع نجم المباراه، وايضا بتشغيله لعلي مجرشي سجل الهدف الثاني. اذا فوز مستحق للنادي الاهلي رغم انه فاق من صدمه السوبر في وقت متاخر من المباراه. صالح ابو الشامات لاعب النادي الاهلي مع زميلنا سويلم العنزي بعد المباراه. الله يبارك فيك يا حبيبي، الحمد لله. وش اللي فرق بين الشوط الاول والشوط الثاني كابتن؟ لا طبيعي، احنا قاعدين نلعب في ملعب صعب وفريق كويس، كانوا كويسين الشوط الاول، جاتهم بلنتي والحمد لله مندي بقانا في المباراه، ورجعنا الشوط الثاني الحمد لله. اليوم نقدر نقول انكم عوضتوا خسارتكم مع امام بيراميدز؟ لا ما عوضنا، ان شاء الله نعوضهم ببطولتين ان شاء الله الجايه كمان. وش اللي صار بالمباراه هذا؟ كيف طلعتوا من اجواء الخساره؟ لا طبيعي، هي هذه كره القدم، فوز وخساره. احنا زعلناهم من مباراه بيراميدز وان شاء الله راضيين في الجاي باذن الله. بسالك عن وجودك اليوم كلاعب بديل، ايش الاسباب؟ ما في مشكله، انا راهن اشاره المدرب، بديل اساسي، كلنا هنا نخدم الكيان وكلنا ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. بسألك عن الأهلي، خلينا بستغلك اليوم، استغل وجودك، بسألك عن الأهلي، طموحكم في هذه البطولة في الدوري راح يكون مركز بشكل أكبر أو راح يكون على البطولات الأخرى؟ لا الأهلي يخش كل البطولات عشان ياخذها، كل البطولات نلعب عشان ناخذ البطولة، وإن شاء الله ربي يكرمنا وناخذ قد ما نقدر إن شاء الله. شايف بالموسم هذا، شايف الفريق وشايف أداء الفرق الأخرى؟ لا موسم صعب، والفرق الصراحة شفنا الحزم اليوم، الفرق كلها صارت قوية، ما عاد في القابل الكبير بين الفرق، وان شاء الله احنا ربي يكرمنا في الجاي باذن الله. راضي عن مستوياتك؟ الحمد لله، ان شاء الله الجاي احسن يا رب. أداء أقل من المتوسط من الأهلي في الشوط الأول، لكن الأمور اتغيرت 180 درجة في الشوط الثاني، والأهلي قدر يكسب 2-0.
في النهايه كل التوفيق للاهلي فيما هو قادم. يعطيك الف عافيه اخي الكريم. بعد اذنك لو جالك الفيديو دعمني بلايك وشير واشتراك في القناه. كان معاكم اخوكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.